طبعا الهوزة هي الشخص اللي يعتبر قائد اللعبة، يكون في وسط بين الصفين، فيؤدي الحركة وهم يؤدونها من خلاله. كانت تؤدى في الحروب؟ كانت تؤدى في الحروب وبعد الانتصارات، من الحروب، وأيضا تؤدى في الأعياد وفي المناسبات وفي الزواجات، وإلى الآن لا زالت مستمرة. طيب يقول القصيدة وقتها ولا قصيدة معدة سابقة؟ في الغالب أنها تكون في المناسبة اللي أقيمت من أجلها. إذا كانت في الحروب سابقا فكانت تؤدى القصائد أو تقال القصائد في نفس المناسبة، إذا كانت من خلال انتصارات في حرب أو ما شابه ذلك. أما إذا كانت في مناسبات زواجات فأحيانا تكون أما في الحكم والنصائح، وفي الغالب في وقتنا الحاضر حكم ونصائح أو حماسية وطنية. بالنسبة لفن الدوارة، هذا طبعا يعتبر من الموروثات الشعبية في المنطقة الجنوبية، وبالذات في قبيلة قحطان، ومنتشر طبعا منذ الأزل قديما. كانوا الناس يؤدونها خلال بعد الحروب، بعد الانتصارات في الحروب، ويؤدونها أيضا في المناسبات، مناسبة الزواجات ومناسبات الأعياد. فن الدوارة طبعا أغلب الفنون في المنطقة الجنوبية بدون إيقاعات، لكن هي بذاتها أداء حركي إيقاعي تقريبا، فيؤدونها كثير من الناس عند مثل ما ذكرت لكم في المناسبات المتعددة، كما شاهدتم طبعا في اللقطات الموجودة أو في العرضة اللي قاموا بها مجموعة من الشباب بالنسبة للدوارة. حركتها لا تختلف كثيرا عن لعبة القزوعي، إلا أنها لها حركة زيادة عن القزوعي، أكثر من القزوعي، بحيث أن اللاعبين يؤدونها بشكل إيقاعي وبرفع الرجلين بشكل مراوحة في نفس المكان، ثم يكون فيها كسرة أو كسرتين، 3 كسرات طبعا حركية تشبه إلى حد ما حركة القزوعي، ويأتي بعدها 3 ضربات بالقدم. فهذه طبعا تعتبر من الألعاب الحماسية ومن الموروثات